لاعب كرة قدم خدع العالم كله لمدة 20 سنة وهو مش لاعب حقيقي. سنة 1979 لاعب كرة اسمه كارلوس قيصر كان عنده صحاب اعلاميين وكان بيدفع لهم فلوس عشان يكتبوا عنه اخبار كبيرة ويقولوا انه نجم عالمي ومحترف ومهاجم خطير، وده كان بيزود شهرته ونوادي تسمع عنه وتمضي معاه على طول. واول ما يبدأ التمرين يمثل ان رجله بتوجعه ويقولوا انه مصاب ويدي للدكتور فلوس كتير يديله اجازة شهرين ولا حاجة. وكمان كان بيعمل حاجات زي افتعال خناقات مع الجمهور عشان ياخد انذار ويهرب من اللعب، ولما النادي كان يتخانق منه كان يفسخ العقد معاه ويديله فلوس ويمشيه. وقت استعراض المهارات قدام الجمهور كان بيهرب بالموضوع ده بانه يرمي كور وتيشيرتات للجمهور، وبالطريقه دي فضل يقبض مرتبات من غير ما يشارك في ولا ماتش. بس زي ما بيقولوا كده الكذب ملوش رجلين، فضل كده لحد ما دكتور طلع وفضحه قدام الناس. كارلوس قيصر عاش 20 سنه في وهم النصب الكروي، وبدل ما يكون نجم في الملعب بقى اسطوره في الخداع. تابعنا عشان هجيب لك معلومات عمرها